صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بألف خير وصحة وهنا. بصوا الفيديو النهاردة مختلف شوية. عشان انا اصلا مش مصوراه في البيت، انا كله مصوراه برا. هنا انا كنت خارجة، رحت انا وصحابي قعدنا في كافيه وكده واتغدينا. دي مكرونة بالوايت صوص وعليها قطع فراخ كريسبي. يعني بصراحة هي طعمها ما كانش قد كده، يعني ما كملناهاش اصلا. ما قدرناش ناكل كل الطبق وكده، كان طعمها مش قد كده. وبعد كده طلعنا جبنا جلاتي اكلناها. ولقينا وردة قسمناها علينا احنا التلاتة. بعدين بقى روحت، طبعا كنت جعانة جدا. رحت جايبة فراخ، كان عندي فراخ في الفريزر وكده، طلعتها حطيتها في صينية صغيرة. وحطيتها على النار من غير ما احط فيها مية ولا اي حاجة، يعني هي هتستوي منها يعني منها في بعضها كده. وبعدين بقى ايه، رحت جاية بقى لقيت خلطة محشي اللي انا كنت مفرزاها معاكم. ورحت جاية حطاها برضو، ايه، طلعتها تفك وطلعت ورق الكرنب يفك. وقلت ايه، هحشي حلة محشي صغيرة كده اكلها. المهم بقى ايه، هحكيلكوا بقى قصة اليوم دوت. هو اصلا اليوم من اوله بصراحة كان جميل جدا. آمم بجد لمّة الصحاب حاجة تانية وبتبقى مختلفة. بتغيّر المود، بتطلّع الطاقة السلبية وتبدّلها بطاقة إيجابية. والله يا جماعة الصاحب الكويس بقى عُملة نادرة أوي، أوي. لو عندنا صحاب كويسين نحافظ عليهم ونشيلهم في عينينا. لإن بجد والله ما بقاش في صحاب كويسين زي زمان يعني. بُصّوا، الصاحب مش بالمدة، يعني ممكن تبقى عارف صحابك من مدة قصيرة، بس هُم يبقوا أحسن من صاحب تعرفه من زمان. يعني مثلًا صحابي دول أنا أعرفهم من الكلية لسه السنة دي أو السنة اللي فاتت، لأ عارفاهم السنة اللي فاتت من الكلية وكده. وبجد بنات جدعة جدًا، هُم مش دول بس، وفي معاهم بنوتين كمان. بس منزلوش معانا. والله العظيم بيبقى اليوم حلو أوي. اخرجوا مع صحابكم، انزلوا اتمشوا واتفسحوا، مش شرط تروحوا تقعدوا في مكان، ممكن تتقابلوا تتمشوا كده شوية وترجعوا البيت، كل ده هيفرق في نفسيتكم أوي. قعدة الصحاب، بتتكلموا براحتكم، بتحكوا براحتكم، عارفين إن سركم ده مش هيطلع برّه، عارفين إن أنتم بتتكلموا براحتكم، مش بتحطوا حدود للكلام. مش بتفكروا في الكلمة قبل ما تقولوها، ودي أحسن حاجة بجد، إن أنتم تبقوا قاعدين في وسط ناس بتتكلموا بكل تلقائية ومش بتفكروا في أي حاجة تقولوها. أنا ما باحبش أقعد في تجمُّع وكده أبقى حذرة في كل كلمة باقولها، لإن أنا أصلًا بطبيعتي تلقائية جدًا. يعني أنا من النوع اللي في قلبي على لساني كده زي ما بيقولوا. فمش باحب أبدًا، أبدًا أقعد في تجمُّع، أفضل بقى إيه، محافظة على كلامي، أنا مش عارفة إيه، هاقول كلمة حد هيفهمني غلط. مش باحب كده أبدًا بجد. بتبقى حتى إيه، القعدة دمها تقيل، فاهمينّي؟ والله بجد قعدة الصحاب والإخوات الاتنين أحلى من بعض بجد. حتى الإخوات كمان في القعدة بتاعتهم والتجمُّع بتاعهم تحسّوا كده إن في حاجة مختلفة كده، الروح مختلفة. تحسّوا إن مثلًا إيه، برضه بنتكلّم بتلقائية وتصرفات يعني بطبيعتنا جدًا. لأ والله الصحاب والإخوات ما فيش أحسن منهم، بالذات الصحاب الكويسة، الصحاب الجدعة اللي بتقف جنب صحابهم. كل الحاجات دي والله العظيم ما تتقدّرش بتمن. باحب أوي، أوي أخرج مع صحابي، باحب أوي لمّا نمشي نضحك ونهزر ونروح نقعد في مكان ناكل ونشرب مع بعض. كل الحاجات دي بتفرق برضه في اليوم كمان. بعد كده تحسّوا إن أنتم إيه، عايزين تعملوا كل حاجة، يعني أي حاجة بقى شغل في البيت أو كده بيبقى خلاص هيخلص. لإن أنتم أساسًا قبليها آخدين طاقة إيجابية. فرجعت بقى إيه، قُلت هاعمل حلة المحشي دي وإيه، وأقعد بقى آكلها. أنا أصلًا ما لحقتش إن أنا أصوّر لمّا خلصت ولمّا اتحشت، أنا ما لحقتش أخلّص كل ده، يعني ما لحقتش أصوّر. يعني هي يا دوبك خلصت و وحطيتها على طول بقى في الصينية، اتاكلت في ساعتها، ما لحقتش إن أنا أصوّرها أصلًا. هي كانت طعمها حلو جدًا وأصلًا اليوم كان حلو من أوله. فخلّى كمان الأكل بالليل لمّا روّحت آكل كان طعمه حلو، يعني هو ما كانش بالليل أوي، يعني هو كان على بعد المغرب كده بشوية.
بس بقى قضّينا بقى اليوم كلّه كده مع بعض كلّنا وكان يوم بجد لذيذ أوي، أوي، ونفسي يتكرر تاني إن شاء الله قريب يتكرر تاني وأصوّر وهُم معايا. بجد بنات جدعة جدًا بجد بادعي لهم ربنا يكرمهم كلّهم، وربنا يوفقهم في كل حياتهم. إحنا لسه أصلًا مخلّصين كلية يا دوبك السنة دي بس، يعني كنا خلاص خلّصنا. رُحنا بقى الصبح قبليها طلّعنا الشهادة، وبعد كده بقى رُحنا خرجنا بقى واتفسحنا وكده. يا جماعة والله اللي عنده صاحب كويس امسكوا فيه بإيديكم وأسنانكم. اخرجوا مع أصحابكم، اقعدوا مع أصحابكم كتير. كل ده هيغيّر من النفسية طبعًا، وربنا يوفّق الكل يا رب.